السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد وفيديو جديد. طبعا كالعادة اللي ما مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويعدل اللايك ويكتب شي تعليق بسيط باش يشجعني. بسم الله نبدأ القصة ديالنا. طبعا الملوك اللي حكموا الأرض أربعة، واللي حكموا الأرض من مغربها لمشرقها ومن شمالها لجنوبها، ومنهم ذا القرنين. ذا القرنين تحدثنا عليه في فيديو آخر، غادي نخلي لكم الفيديو ديالو في صندوق الوصف، شوفوا وولوا ليه عاد اجو كملوا لهذا الفيديو هذا. باختصار اللي حكموا الأرض اثنين مؤمنين بالله عز وجل واثنين كافرين بالله عز وجل. نمرود واحد منهم. نمرود كان أول طاغية على وجه الأرض وأقصى جبار حكم العالم القديم بعد الطوفان. طبعا الحكم ديالو ما كانش مقتصر على مدينة بابل، كان عنده نفوذ أبعد من ذلك، حكم الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. أول من وضع التاج على رأسه، وأول من تجبر في الأرض، وأول من ادعى الربوبية، وحكم الأرض بالحديد والنار لمدة 400 سنة. ولد نمرود في وقت مجهول من التاريخ، ومكتوب في بعض الوثائق والمخطوطات العراقية القديمة بأنه تولد في سنة 2053 قبل الميلاد. تولد في أرض بابل في حضارة بلاد الرافدين. كاين اختلاف بعض المؤرخين في النسب ديالو، واش كيرجع إلى حام أو لا كيرجع إلى سام. وقالوا المفسرين وغيرهم من العلماء النسب والأخبار أن الاسم ديالو هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح عليه السلام. غيرهم كيقولوا بأنه النمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن سام بن نوح. هو من أقام بتأسيس حضارة بلاد الرافدين، وعرفت لمدة طويلة بأرض النمرود، وبنى 8 المدن، 4 في بابل و4 في آشور. وهذه المدن هذه كانت مجتمعات قبائلية صغيرة ومستقلة، لكن نمرود حولها إلى ممالك وإمبراطوريات مقسمة إلى مجموعات. المجموعة الأولى هي المجموعة الجنوبية، هي بابل وأرك وأكاد وكلميد. المجموعة الشمالية كانت مينوى العاصمة الشهيرة والإمبراطورية آشور، ومنهم رحبوت وكالح ورس. أسس النمرود جيش كبير بزاف وعظيم، وتهتز الأرض من كبر هذا الجيش، وبنى برج كبير بزاف لم يعرف التاريخ برجا مثله. وعرف على النمرود كان صياد الوحوش والحيوانات المفترسة كالأسود والذئاب والفهود. نمرود كان كيبغي الصيد، وكان كيبغي كيصاد غير الوحوش، لكن من بعد رجع كيصاد الشعوب عن طريق الغزو والتسلط والحروب. رجع حاكم الشعوب، والشهوة ديالو للسلطة خلاتو بحال وحش مفترس. الحكم ديالو كان لسنين طويلة، ورجع مالك الأرض وجبار ومتسلط، وكل البشر رجعوا كيخافوا منه. جنون الحكم والعظمة خلاتو يتمرد على الله سبحانه وتعالى، وأعلن نفسه بأنه هو الله على البشر، لدرجة بدا كيتحدى الله سبحانه وتعالى حتى قربت سنوات الغضب الله عليه. في يوم من الأيام شاف النمرود واحد الحلم، وهذا الحلم هذا شاف بأن الكوكب طلع من السماء، وهذا الكوكب هذا غطى على الشمس، والأرض رجعت كاملة ظلام في ظلام. هنا النمرود عاد يستفسر هذا الحلم هذا، وهنا الدور من جا الدور ديال الكهنة والمنجمين. هنا غادي يبداو يفسروا له الحلم. قالوا له بأن هاد السنة هذه غيتولد واحد الغلام وغيكون الهلاك ديالك على اليد ديالو. هنا النمرود غادي يعطي الأمر بأن كل ولد عيتولد عيتذبح في هاد السنة هذه. بالضبط في هاد السنة هذه غادي يتولد إبراهيم عليه السلام ديك العام هذا. الأم ديالو خباتو على الأنظار ديال الجميع حيت كانت خايفة عليه من حكم النمرود. دازت سنوات وكبر إبراهيم عليه السلام. ملي كبر إبراهيم عليه السلام رجع شاب ولم يعبد الأصنام مثل القوم ديالو، انه عرف ان هذه الاصنام ما هو الا تماثيل لا تعطي ولا تاخذ، يصنعها الناس ليعبدوها ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى. هنا بدا ابراهيم يدعو قومه بعباده الله سبحانه وتعالى، وبالطبع في البدايه تشويحي ما استجاب للدعوه ديالو، القوم ديالو كيعبد الاصنام بدون الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام خرج قوم ابراهيم عليه السلام للمدينه باش يحتفلوا، ومشى إبراهيم عليه السلام وحطم جميع الأصنام إلى أصنام واحد اللي كان هو كبير الأصنام. ملي رجعوا قوم إبراهيم سقسوا إبراهيم عليه السلام، قالوا له شكون اللي كسر هاد الأصنام؟ شنو قال إبراهيم عليه السلام؟ قال لهم إبراهيم بأن كبير الأصنام هو اللي عدل هيدا. وشنو قال لهم إبراهيم عليه السلام؟ قال لهم اسألوه إذا ما صدقتونيش، يسألوا كبيرهم واش هو اللي عدل هيدا ولا لا. هنا رجعوا فكروا كيفاش حنا غنسألوا الحجر لا ينطق ولا يرى، ولكنهم أخذتهم العزة بالإثم وتعصبوا على إبراهيم. عاد واحد النار عظيمة باش يحرقوا إبراهيم عليه السلام، وبالأمر من نمرود باش يكون عبرة للناس. لكن بمعجزة من الله كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. رموا إبراهيم عليه السلام في النار وما وقع له حتى شي حاجة. هنا النمرود تعجب كيفاش إبراهيم نجا من هذه النار العظيمة. من بعد النمرود قرر باش يجيب إبراهيم عليه السلام باش يتناظروا مع بعضهم ويتناقشوا. أمروا باش يجي وقدام من؟ قدام القوم إبراهيم وقدام الناس باش يتناقش معه.
وجا هذا النهار هذا الموعد باش يتلاقى إبراهيم الخليل مع النمرود. سأله النمرود قال له ماذا يفعل ربك؟ إبراهيم عليه السلام قال له ربي الذي يحيي ويميت. قال له النمرود قال له حتى أنا أحيي وأميت. هنا النمرود أمر الحراس باش يجيبوا واحد جوج المسجونين محكومين عليهم بالإعدام، واحد طلقوا وواحد قتلوا، تصور مع بالو بأنه يحيي ويميت. إبراهيم عليه السلام قال له إذا كنت صادق هذا اللي قتلته رجعوه حي. هنا النمرود سكت وما جبر ما يقول. من بعد النمرود سول إبراهيم قال له ماذا يفعل ربك أيضا؟ إبراهيم عليه السلام قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. كل يوم في الصباح تطلع الشمس من المشرق، وهذا من صنع الله سبحانه وتعالى. إذا كنت أنت إله فطلع هذه الشمس هذه من المغرب. هنا النمرود ما جبر ما يقول وأصيب بصدمة قوية، ما قدر لا يتكلم وما قدرش يرد على إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. من بعد هذه الحادثة هذه إبراهيم عليه السلام دعا النمرود إلى الإيمان بالله عز وجل 3 مرات، وفي كل مرة النمرود كان كيرفض باش يآمن بالله سبحانه وتعالى. من الأيام خرج النمرود هو الجيش ديالو في وقت طلوع الشمس. وعلاش خرج النمرود؟ خرج باش يتحدى الله سبحانه وتعالى، فأرسل الله عليه بعوض أكل لحم الجنود كله وتركهم مجرد عظام. أما النمرود ما بقالوش بحال الجنود ديالو، وإنما دخلت البعوضة في الأنف ديالو وطلعت للدماغ ديالو بأمر من أمر من الله تعالى. البعوضة هذه بقات له في الرأس ديالو 400 سنة، وهذا كان العقاب ديالو من الله سبحانه وتعالى. ويقال في رواية حكمه كان 400 سنة بالظلم والتجبر وعصيان الله سبحانه وتعالى، فعاقبه الله بنفس المدة حكمه 400 سنة، وهذه البعوضة داخلة دماغه. وشني كان كيعد النمرود باش يهدأ من هذه البعوضة هذه؟ كان كيضرب راسو بالمطارق والنعال، كان كيضرب راسو بالحذاء باش يهدن راسو من هذه البعوضة هذه. وظل الله سبحانه وتعالى كيعذبو بهذا العذاب حتى مات. النمرود حكم الأرض 400 سنة، تجبر فيها وسفك الدماء وظلم العباد، والله سبحانه وتعالى عذبه 400 سنة أخرى، فكان عبرة لكل جبار في ذلك الزمن وحتى هذه الأيام. في مدينة موصل في العراق اكتشفت بيئة الأثرية كنز كبير من الذهب، طبعا بعد الحفر والتنقيب والدراسة الآثار. ويقال أن هذا الكنز هذا كيرجع للنمرود، واللي اكتشفوه قالوا بأنه حوالي 45 كيلوغرام من المصنوعات الذهبية ومجموعة من القطع النادرة. واكتشفوا أن هذه المصنوعات الذهبية تعود لملكتين أشوريتين، وأنها تدفنت في القبر ديالهم بعد الموت ديالهم بالقصر الشمالي الغربي للملك أشور. بدأت عملية اكتشاف الكنز النمرود من عام 1845 إلى عام 1851 ميلادية، ثم تم اكتشاف القبر الملكي للنمرود للمرة الأولى في شهر أبريل من عام 1989 ميلادية، واللي اكتشفته هي بعثة من الوزارة العراقية للآثار والتراث. ويقع القبر الآن في القصر الشمالي الغربي من مدينة القادم. وللأسف أغلب هذا الكنز تم تهريبه أثناء الغزو الأمريكي على العراق. هنا وصلنا لآخر الفيديو. إذا كنت أول مرة كتشوفني ما عليك تشترك وفعل زر الجرس وخلي شي تعليق باش تزيد حفزنا، وبارطاجي معك الفيديو هذا باش يوصل للناس المهتمة بهذه المواضيع هذه. السلام عليكم.